خطة المليار الذهبي هي أكبر فتنة قاعد يخلقها البشر بسبب بعض صناع المحتوى اللي يسمون نفسهم عمالقة التنبؤات، وهم أصلا ما جاي يعرفون شنو سبب وجودهم بهذا الكون. بس الشيء الحلو بالموضوع إنه ما جاي يتعبون على المحتوى اللي يقدمونه. تخيل يلا زبط نهاية العالم قربت ولا أحد ياخذ لقاحات لأن يخلوا الوادم زومبي. زائدا خلي نضيف عليها قريبا انتشار مرض جديد، بس لا تخافون لأن كلنا حنموت. يا أخي وات ذا هيل، يا أخي ما أعرف شلون أقنعكم إنه أنا ما جاي أمسح، قصدي أمزح از نوت كيري. بس اللي أشوفه الإنترنت هي أكبر ضرر للإنسان بالسنوات القادمة، والدليل هو بثوث التيك توك وانتشار المقاطع القصيرة. مثل واحد فاتح بيت وقاعد يصب مي على راسه، ما أدري إيش قاعد يسوي، طلاسم لو شنو، بس اللي يعرفه مبهدل روحه على مود كم فلس وكم متابع. وواحد فاتح بيت وقاعد أطفال الخيم المحتاجين ينتظرون التفاعل يصعد حتى يحصلون لقمة عيش من واحد عباله جاي يسوي إنجاز وراح ينحسب الأعمال بحسناته. وواحد متخلف جاي يسمي نفسه الشاعر وهو أصلا جاي يدور حلوين وكاتب بالبايو مقاطع لا تمثل شخصيتي وهو حتى الشخصية ما عنده. وبالفترة الأخيرة جاي نشوف هواي يصير زلازل وشغلات بالطبيعة، بحيث العالم فرانك هوغريف صرح وقال اللي جاي يصير كلها بسبب شيء واحد واللي هو هذا الشخص. شوفوا له هذا الولد يا اخي ايش قد ارتاح له، الله شاهد يعني هيك كلش ارتاح له. فاليوم الظهر يعني بقد ما افكر بيه حلمت بيه اليوم الظهر، فانا بالحلم يعني هيك حسيت نفسي اكتب شطر، يعني الله شاهد بالحلم كتبت لي شطر وقعدت من الحلم كملت الباقي، فاريد اتغزل بيه اليوم. وتخيلوا هذا واصل لمرحلة قام يحلم بالحلوين. يا أخي بعد لا حد يسأل ويقول كاوش وقت تطلع فيس كام. يعني هسه فهمت المشكلة يا عزيزي المتابع. طبعا هذا يرتاح للكل، بحيث أنا وجاي أقلب بالمحتوى اللي يقدمه شفته مرتاح لرئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني. وات ذا هيل، أتمنى من الشرطة المجتمعية يلقون القبض على هذا الإنسان بسبب المحتوى اللي يقدمه. طبعا الطلب مو سجن، أما بس ينطونا نصيحة حتى لا يكرر هذا الفعل الغير الأخلاقي بمجتمع إسلامي، لأن حرفيا أنا ما فارغ لهيك أشكال وكل يوم أنزل مقطع. يا أخي شو وقت تنقردون، لأن لعبت نفسيتي من هالمواضيع. والنوب دخلت للتعليقات وشفت هذا التعليق، اريد صديق وفي فدوه. وات ذا هيل، والنوب باع جوجو عبالك تدور كلب وفي مو بشر. وكور المحمداوي ما مقصر راد عليه ويقول وصلتي، وهسه حاب اقول لك مبروك عليك كاتشلب واحد بالمجره. واسف يا عزيزي المشاهد اذا طولت عليك، وهو دقيقه انا ليش جاي اتاسف الك. وهسه يلا ولي لا تعال اقسم بوصه.